ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل عصير رمضاني خطير. بالنسبه لي من اهم عصاير رمضان هو عصير الخروب. هنعمله بطريقه سهله وسريعه وبياخدش وقت خالص. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي، ما تنسينيش بلايك واشتراك وكملي معايا الفيديو ان شاء الله يعجبك. هنجيب كوبايه من الخروب المجروش وكوبايه من السكر العادي اللي احنا بنستخدمه. تمام، ده بيبقى شكل الخروب المجروش كده، بيتجاب من عند العطار. وده شكله اللي هو بيتجاب سليم، زي انا بفضل المجروش. لكل كوبايه من الخروب بناخد كوبايه من السكر. تمام كده. هنعمل ايه؟ هنجيب حله على النار وبعدين هتسخن، هننزل فيها بكوبايه السكر وهنكرمل السكر ده. طبعا هنستنى على السكر اول ما يبتدي الجناب بتاعته تلون كده بالشكل ده ويبقى لونها سكر مكرمل. نبتدي ان احنا نقلبه وما تخافيش حتى لو كلكع معاكي ولو كلكعه بسيطه. ما يهمكيش خالص، مش مشكله، احنا اصلا مش بنعمل توفي ولا حاجه. هيفك معانا في العصير. تمام. هنفضل نقلب فيه كده بالشكل ده، ما تقلقيش خالص من المنظر ده خالص، هيفك. انا بقلبه لاني مش عايزه السكر معايا يتحرق، لان لو السكر اتحرق هيمرر معايا العصير. انا عايزاه يبقى لونه فاتح وذهبي علشان يخلي لي شكل الخروب او لون الخروب فاتح، وفي نفس الوقت طعمه يبقى حلو، طعم فيه كراميل لكن مش كراميل محروق. بس وهوصل للمرحله دي هنزل على طول بالخروب، اول ما هغسله هنزل بيه. هصفيه كويس وهنزل بيه. وهكمل كرمله بتاعه السكر مع الخروب بالشكل ده كده. هقلبه كده مع بعض حوالي نص دقيقة. وبعدين أول ما الخروب مع السكر يبتدوا يغلوا كده ويتشوحوا مع بعض تشويحة محترمة، هنزل على طول بكوباية مية. بصي بقى لون الكراميل اللي ابتدى يغمق سنة ازاي. ده علشان انا بكرمل معاه بقلب معاه الخروب. هنزل بنص كوباية مية. واول ما الفوران ده يهدى شوية هكمل بقية لتر المية. لكل كوباية خروب هنحط 2 لتر، بس لتر معاه يغلي ولتر بعد ما بيستوي خالص وبنطفي عليه بنحط لتر في الاخر. متقلقيش خالص لو جمد هيفك بعد ما المية تبتدي تغلي بالطريقة دي كده. بس وهوطي عليه نص ساعة على نار هادية جدا. وبعد نص ساعة اول ما يغلي بالمنظر ده هوطي عليه، وبعد نص ساعة بيكون ده شكله. هطفي عليه النار وهصفيه وهزود له لتر مية تاني. لو حابة تزودي له سكر براحتك، انا بالنسبة لي كان كده مظبوط جدا، مش بحب احط له سكر تاني. وبس كده هنزود له لتر مية وهنسقعه وهقدمه معاكم. وده بيبقى شكله بعد التقديم. بيبقى لونه فاتح وجميل جدا. الخروب حتى المكعبات اللي بتبقى معاه بيبقى حلو جدا وبيبقى طعمه حلو. لو عجبك الفيديو متنسيش بلايك واشتراك، واشوفكم في وصفة جديدة من وصفات إسراء. سلام.